السلام عليكم. انا امي هي كل حياتي وسندي في الدنيا، ماليش غيرها بعد بابا ما سابها ومشى وانا عندي شهرين. عمري ما شفته غير في الصور بس، ولا حتى حضر فرحي، وكأن ما عندهوش بنت. امي هي اللي ربتني لوحدها وشالت همي وسهرت عليا وتعبت عشاني كتير، وعمرها ما اشتكت ولا قصرت في اي حاجه، ولا حتى فكرت ان هي تتجوز وتجيب لي جوز ام. وربتني احسن تربيه وعلمتني احسن تعليم، واشتغلت وصرفت عليا طول السنين دي كلها لحد ما جوزتني من 5 شهور. وكنت فاكرة ان حياتي الجديدة هتكون مليانة راحة وحنية وسعادة وهنا، بس اللي حصل بقى وجع قلبي اكتر من اي حاجة تانية. بحكم ان امي لوحدها كانت بتحب دايما تيجي تزورني كل اسبوع، تقعد شوية معايا وتطمن عليا، وكمان تجيب لي حاجات كتير للبيت من نفسها كده من غير ما اطلب، وساعات كمان كانت بتديني فلوس. وكانت بتتعامل معايا زي ما كنت عايشة معاها بالظبط، مفيش فرق خالص، بالعكس كانت بتدلعني شوية زيادة كمان، وكانت بتتعامل معايا بحب واهتمام وكرم زيادة عن اللزوم. بس جوزي بقى ما عجبهوش ده، كان بيغير منها بطريقة غريبة جدا. كل ما يسمع انها جاية يفضل يتعصب ويقول لي ما تخليهاش تيجي ولا تكلميها في التليفون. ولما طلبت منه ان انا اروح ازورها يوم حتى في الاسبوع رفض تماما. حاولت افهمه ان دي امي وان وجودها بيطمني جدا، بس هو ما كانش بيسمع بقى. بعد كده بدأت أفهم إن حماتي ليها يد في الموضوع ده، ليها يد في كل اللي بيحصل. كانت دايما بتسخنه عليا، وكانت دايما بتتكلم كده كلام كله غيرة وحب، وكانت دايما تقولي أمك دي مدلعاكي قوي، بتجيبلك كل حاجة كده هتخليكي مش محتاجة لجوزك أبدا. ومن بعدها بقيت مش طايقة أشوفها خالص، وللأسف قلبت جوزي عليا وعلى أمي كمان. وفي يوم قال لي كده صراحة: أمك من النهاردة لا هتيجي هنا ولا انتي هتروحي عندها. وقتها حسيت ان قلبي بيتقطع. ازاي يمنعني من امي دي اللي ربتني وضحت بحياتها عشاني؟ ازاي تمنعني ان انا اروح اشوفها او هي تجيلي؟ هو رد كده وقال لي اهو كده وخلاص، ونزل وسابني. بعدها بكام يوم بقى امي جت تزورني، لاني طبعا ما كنتش قادره ان انا اقول لها الكلام ده، مستحيل اقول لها جوزي مش عايزك تيجي البيت. كانت يا حبيبه قلبي مشتاقه لي جدا. هو بقى لما رجع من الشغل وشافها اتصرف بطريقه وحشه قوي. دخل اوضته ونادى عليا ودخلت له، وبدا يزعق بقى ويقول لي امك دي ما تدخلش البيت ده تاني الا باذني. طبعا امي سمعت الكلام وزعيق، راحت جايه لنا جري، وقعدت تحاول تهديه كده وتهدي الموقف. قالت له: يا ابني انا بحبك جدا وبعتبرك زي ابني، قول لي ايه اللي مزعلك مني وانا هرضيك. رد عليها وقال لها: انت ما عملتيش حاجه، بس لو سمحتي ما نجيش هنا تاني. وقتها انا اتنرفزت جدا وقلت له: ازاي تهين امي كده؟ دي امي خط احمر. شتمني وضربني وبهدلني، وامي يعني خدت بعضها ونزلت، وهي نازله على السلالم ودموعها مغرقه وشها. طبعا انا ما سكتش، جريت وراها وقال لي: لو خرجتي تبقي طالق. قلت له: الطلاق عندي اهون من اني اقبل الاهانه على امي. رحت على طول على القسم وعملت محضر بالضرب، وقررت ان انا ارفع عليه قضيه خلع، مش عشان عناد، لا، علشان كرامتي وكرامه امي. امي من ساعتها نفسها مكسوره جدا، وطول الوقت تقول لي انا السبب، انا اللي خربت بيتك، بس الحقيقه لا، انا اللي خدت موقف يحفظ كرامتي وكرامه امي. ازاي ارجع لحد اهان امي كده وضربني؟ ازاي اعيش معاه وانا كل ما اشوف وشه افتكر دموعها وكسرتها وهي نازله على السلم؟ امي بقى بعد كل ده بتقولي ارجعي بيتك علشان خاطر الناس وعشان خاطر ما تخربيش بيتك. وانا اقول لها: ابدا، البيت اللي ما فيهوش احترام ليكي ما يسواش حاجه عندي. انا مش بحكي عشان حد يحكم عليا ان انا صح ولا غلط، انا بحكي علشان كل بنت تعرف ان الام ما تتعوضش. الزوج ممكن يتعوض والزوجة ممكن تتعوض، لكن الأم عمرها ما تتعوض أبدا. احترموا أمهاتكم وخافوا على زعلهم، لأن رضاهم هو اللي بيحفظ البيت اللي انتوا قاعدين فيه، ودمعتهم ممكن تهد جبل. مفيش أي مبرر في الدنيا يخلي راجل يمنع مراته من أمها أو يهينها بسببها. اللي حصل منك ده كان رد فعل طبيعي جدا من بنت شافت أمها بتتهان قدامها. لكن خلينا كده نبص لقدام شوية، لأنك في نقطة فاصلة بين إنك تحمي كرامتك وتحافظي على بيتك. لو في فرصة حقيقية للرجوع أو للإصلاح، اتكلمي مع جوزك كده وبهدوء، قولي له: ما ينفعش انك تحرمني من امي، لان دي قطيعة رحم وده طبعا حرام جدا. وحاولي تفهميه ان امك دي مش بتتدخل في حياتكم، وان اهتمامها الزايد ده طبعا علشان انتي بنتها الوحيدة، وده طبيعي جدا ان هي تتصرف معاكي كده، خصوصا ان هي كانت الاب والام في نفس الوقت. وتقولي له ان انتي محتاجة تشوفيها حتى لو مرة في الاسبوع. لكن لو اصر بقى على المنع والاهانة فخدي موقف يحفظ كرامتك وكرامة امك فورا. ولو استمر في نفس الاسلوب يبقى الطلاق أهون. ربنا يحفظ أمهاتكم جميعا ويرحم اللي مشي منهم، ويخلي كل أم تاج فوق راس ولاد. أشوفكم على خير إن شاء الله في مشكلة جديدة في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.